الذكر اللي أنا هاقوله النهارده هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو ده للهم والحزن، وإنه مش هيقوله عبد أبدًا غير ربنا سبحانه وتعالى يبدله بدل حزن وفرح. تعالوا أقول لكم الأول الدعاء وبعدين نشوف ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار الدعاء ده بالذات علشان يهوّن علينا في لحظات الألم والحزن ويعوضنا بيه إن شاء الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. اتفقنا إن كل ما الدعاء كان فيه تعظيم وإجلال لربنا سبحانه وتعالى وثناء عليه ومعرفة لمقام عبوديتك، كل ما كان ده دعاء غالي قوي عند ربنا لأنه بيربيك على المعاني الحقيقية اللي بتساعدك إنك تمشي في الدنيا. الدعاء ده ابتدى بإنه يقول اللهم إني عبدك. أول حاجة بدأ بيها الدعاء ده إنه يثبت ويثبت جوانا وجوه نفوسنا الألوهية لله سبحانه وتعالى والعبودية ليه. اللهم إني عبدك، أنا مش بس عبدك يا رب، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حتى أبويا وأمي اللي هم جابوني للدنيا دول هم عباد هم كمان ليك يا رب. ناصيتي بيدك، ناصيتي اللي هي الحتة دي المنطقة دي، ناصيتي بيدك سبحانه وتعالى ماض في حكمك، اللي هتحكم بيه يا رب هو اللي هيكون، ما يكون في ملكه سبحانه إلا ما يريد ويشاء. ماض في حكمك عدل في قضائك، أي حاجة هتحكمها يا رب مش هتكون ظلم أبدا وما ربك بظلام للعبيد. أنا مؤمن يا رب ومصدق إن أي حاجة تحكم بيها هي عدل وهي الخير ليا، وهو ده جزائي في الدنيا لو حتى بتعاقب. عدل في قضاء. يبتدي بعد كده السؤال. المهم ان الدعاء ده ابتدى الاول بثناء على الله، بس ثناء من نوع خاص، ثناء وانت بتقول لربنا هو مين سبحانه وتعالى. انت وانا انا، انت يا الله وانا العبد الفقير يا رب. وبعد ما قال لربنا سبحانه وتعالى يا رب انا عبدك، يا رب انا ماليش غيرك، يا رب انا حتى ابويا وامي عبادك، يا رب انا ناصيتي بايدك، يا رب كل حكم تحكمه هو ماشي عليا، يا رب اي حكم تحكمه هو عدل في حالتي وهو خير لي. بعد ما سلم لله سبحانه وتعالى كل التسليم ده يبتدي بعد كده يدعو. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الدعاء ده ضم كل الأسماء الحسنى في الكام كلمة اللي جايين دول. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسي أو علمته أحدا من خلقك، أو حتى النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو ناس كتير من الصالحين علمتهم يا رب أسماء من أسمائك وصفات من صفاتك، أو أنزلته في كتابك. في القرآن موجود أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو حتى الأسماء اللي إحنا أصلا ما قدرش علمنا إن هو يوصل لها يا رب كبشر. ده لأن العلماء قالوا إن أسماء الله الحسنى هم مش 99، هم 99 اللي يحصيهم يدخل الجنة، اللي يحصي 99 اسم، لكن مش هم دول كل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. سألت ربنا سبحانه وتعالى بكل أسماء وصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. طلبك إيه بقى؟ بعد ما أثنيت وبينت مقام عبوديتك، عارف لما يقول لك استحلفك بالله كانك بتحلف على حد بربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتشفع عند ربنا سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، فانت بتسال ربنا سبحانه وتعالى بكل اسمائك. طلبك ايه بقى في الاخر؟ ان تجعل القران ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي. سبحانه وتعالى بيقول عن القران ان هو شفاء لما في الصدور. عشان كده سبحان الله الحديث ده بيقول ان تجعل القران ربيع قلبي. هو فعلا القران هو اللي بيشفي القلوب، فيا رب خلي القرآن هو يشفي قلبي ونور بصري، وهو اللي يرشدني وينور بصيرتي، وجلاء حزني، والحزن اللي عندي ده هو القرآن هو اللي قادر إن هو يزيحه عن قلبي. ذهاب همي، والهم قلنا هو الحاجة الخوف من المستقبل، فحزن سواء على فقد أو حاجة حصلت أو حتى هم وخوف من حاجة في المستقبل. الدعاء ده جميل جدا لأنه فيه كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. والدعاء ده كان بيفكرنا بحاجة مهمة جدا. هتقول لربنا سبحانه وتعالى أن تجعل القرآن ربيع قلبي، وأنت ما بتقراش القرآن. يعني أنت كأنك قلت القرآن يا رب خليه ربيع قلبي، وبالقرآن يا رب خليه ينور بصري وبصيرتي، والقرآن يا رب يجلي حزني، والقرآن يا رب يذهب همي، ومش هتقرا القرآن نفسه بقى اللي بيعمل كل ده. فكأن الدعاء ده بيربينا زي ما اعترفت بعبوديتك وثنيت على الله سبحانه وتعالى، هو كمان بيربينا إن نروح للقرآن لأن فيه شفاء لما في الصدور. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى أعلم عليم خالق لكل شيء، خالق كل المشاعر جوانا، وقال لنا كل مشاعر جوانا نتصرف معاها إزاي. ده كان دعاء الهم والحزن، واللي يقوله ربنا وعد إنه هيبدأ حزنه فرح بإذن الله.